سلام حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. وقت اللي نلقاكم هاد لا نوفيل فيديو. اليوم من مطبخ غزلان جيتكم وصفه جديده اللي هي وصفه قلب اللوز. كاع نبغوا قلب اللوز، بكاش اللي ما يبغيش قلب اللوز، واللي ما يبغيش قلب اللوز نقول له راك مراتي بزاف بزاف بزاف. هاد الوصفه تجي ولا اروع، والله غير صدقوني خياتي تجي ما شاء الله، ذوق والشكل ولا أروع. قبل ما نبدو الوصفة نصلوا على حبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق عليه أفضل صلاة وسلام. خياتي كما راكم تشوفوا في الوصفة، قلب اللوز يجي بشرب، يجي معسل، يجي بنة ولا أروع، والله غير صدقوني. نبداو بالمقادير تاع الوصفة. عندي هنايا كأس عامر مع كاس قلص زوج صباع كما راكم تشوفوا. عندي كاس سكر، والكاس تاني درت قل زوج صباع، يعني قولي قريب قل ربع. هذه هي راح نضيف عليها ربع كيسان تاع ما مع طرف تاع ليمون، راح نديرها فوق النار مدة 10 دقائق، خليه يطيب وخليه دو كوتي يبرد. نولي للخليط تاعي. عندي الكاس الاول تاع سكر عامر، والكاس الثاني قل صباع، يعني كاس سكر والكاس الثاني ناقص اصبع من الماء. ضفت لها كاس قل ربع تاع ما زهر، كاس قل ربع تاع ما زهر. راح نضيف تاني كاس قل ربع تاع زيت، وراح نضيف تاني كاس قل ربع تاع البن. هذو هما المقادير. كما قلت لكم هنايا عندي نص مغرف تاع ملح، عندي ملعقه صغيره ونصف تاع لافاني. اذا بكم تكثروا شي لافاني هي اللي تعطيها الذوق، ديك البنه سبيسيال. عندي هنايا تاني على راس المغرف، يعني غير شويه تاع خميره الحلوى، ما تكثروش خميره الحلوى خياتي. راح نخلط كل شيء بالبا ميكسور، نخلطوهم بيان حتى يتجانس الخليط كما راكم تشوفوا. شوفوا الخليط كيفاش يتجانس. واهم شيء اهم خطوه خياتي في الوصفه هي لازم السكر يكون ذايب. شوفوا كيفاش الخليط يولي عندي، لازم السكر يذوب. اذا ما ذابش السكر ما راحش تنجح لك الوصفه، راح ينحرق كي بقى طيبوا فيه. هنا نولي للسميد. السميد بطبيعه الحال لازم يكون داك الخشين تاع قلب اللوز. عندي هنا 4 كيسان بنفس الكاس اللي عبرت به، نعبر به كامل المقادير. نولي للوصفه. قلت لكم كاس سكر مع كاس قل صباع تاع السكر، عندي كاس قل ربع ما زهر، كاس قل ربع زيت، وكاس قل ربع البن، نص مغرف صغيره تاع ملح، ملعقه ونصف، ملعقه عامره ونصف تاع لافاني، ولا راس المغرف تاع خميره الحلوى. ما كترش خميره الحلوى فيها. هنا خلطوا المقادير شيرات خواتاتي. الا كان عندكم الوقت تخلوه دو كوتي واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه حتى نص ساعه بيان، تخلوه يروبوزي بيد ما تفرغوه في البلا وطيبوه. اذا ما عندكش الوقت ديريه ديريكتومون. هنايا نفس الشيء، هنايا عندي البلاطو هنا العرض تاعه 27 والطول 36 سنتيمتر. راح نفرغ فيه هذا الخليط تاعي. انا هاد المقادير جاوني في البلا تو جوست كما السمك اللي نحبه في قلب اللوز. قلب اللوز خياتي ما لازمش تكون غليظه بزاف، راح ما تطيبش لداخل من الداخل مليح، وما لازمش تاني تكون رقيقه بزاف تجي الا ما تجيش تاني مليحه. هذه هي. انا هنا راح نطراسي برك فقط غير باش ندير الحبات تاع اللوز. شغل راح هكا نبين الحبات تاع قلب اللوز باش باللوز تاعي. هذه راح نديكوريها هكا باللوز. هنا الفرن اللي دايرته يسخن على 180 درجه. كي ندخل البلا للفرن راح نديره الفوق، نشعل عليها غير من تحت ونبلا نطلعها الفوق، وراح نقص لها
باش طيب لي غير في خطرها، ما نقوش عليها النار باش ما تنحرقش من التحت، يعني طيب ومن الداخل تبقى خضراء. من بعد ما طيب لي من التحت، من التحت راح نهود البلا، نطفي عليها من التحت ونشعل عليها من الفوق باش طيب لي من الفوق. هنايا الشربات بعد ما طابت لي ضفت عليها كاس قل ربع تاع مزهر وخليتها قلت لكم ماشي لا تبرد. هنا بعد ما طابت لي القلب اللوز تاعي من التحت وشعلت عليها من الفوق وهبط البلا التحت باش طيب لي من الفوق. شوفوا كيف طايبه. هذه هي اللون اللي لازم يطيب فيه القلب اللوز. راح نشربها بالشربات تكون بارده، والقلب اللوز لازم تاني تكون سخونه. واذا كانت عندك قلب اللوز بردت يعني جبدتيها وما سلتيهاش ما سقيتيهاش تمتم، سخني لها الشربات، سخنيها بيان وشربيها. هذه هي خياتي. هنا بعد ما تشربت لي القلب اللوز، شربت هذيك كامل ديك الحسيله تاعها داك الشربات. هذا هو راكم تعرفوا الدراري البز لازم ينقبوا منها قبل ما تنحل، لازم هذيك لازم يذوق هما الوالا، هما اللي يعطوك الراي اذا جات مليحه ولا ما جاتش مليحه. هذه هي قلب اللوز تاعنا. شوفوا كي راها مشربه مع السلام ما شاء الله. الله الله لا يتفتت واحد حتى المراهي مشربه ما شاء الله. شيرت خياتي انا هاد الوصفه ما اعتمدتها راني ديزاني جامي بدلتها. هذه هي قلب اللوز تاعنا. شوفوا السمك هذا هو اللي نبغيه، السمك تاعها ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف تاني. هذا هو السمك باش طيب بيان من الداخل، باش تجي معسله الله الله، باش تجي قلب اللوز عليها الكلام. شوفوا كيفاه جات، راهي كما نقولوا الصوره خير دليل. خاصكم غير ريحه برك، والله صدقوني خياتي غير ريحه تاعها راها في القن تاع الزنقه تريح. خياتي اذا بغيتوا الوصفه تنجح لكم ما عليكم غير تتبعوا الفيديو خطوه بخطوه، ما تسرعوش وتبعوا الخطوات وطبقوهم، راح من اول مره تنجحوا فيها وتجيكم ما شاء الله. هذه هي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوها، وما تنساوش خياتي تبارطاجوا الوصفه مع احبه والاصدقاء باش تعمل فائده. والى فيديو حبيباتي واحد اخر نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة